اصحابي كتير من المدربين بيسالوني عن مهاره ضرب الكره بالراس. قلت لهم دي مهاره زي اي مهاره. الكل استغرب، حتى انت كمان هتستغرب من ردي. هتتاخد مع كل الفئات العمريه، براعم او ناشئين، حتى لو انت كنت فريق اول. معقول كل المراحل؟ ايوه بقول لك كل المراحل. استاذنك تسمع وتركز. دايما بقول ان التدريب قصه، بحكيها دايما للمدربين واللاعبين. والقصه هنا عندنا هدفك اللي هو ضرب الكره بالراس. وضرب الكره بالراس عامل كده زي الوجبه الغذائيه اللي انت بتقدمها لابنك. اسالك سؤال هنا، لو انت عندك طفل رضيع هتقدم له الوجبه زيه وزي اللي عنده 18 سنة؟ بالتأكيد استحالة. هنا الوجبة تتحضر وتتاخد على حسب عمر ابنك، حتى لو عمره يوم واحد. خلي بالك الوجبة الغذائية كمان فيها مكونات هتختلف عندنا من عمر العمر، والمهم انت في الاخر هتقدمها ازاي. ضرب الكرة بالرأس هتتاخد مع كل الاعمار، بس انت هتقدمها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري، في وجود نجم التدريب اخويا وحبيبي المدرب الموهوب الكابتن محمد بكر. معانا اليوم بكرونيو وموزة ومارادونا وبخيت وعمر وخالد صقر، ومعانا كمان المحترم الغالي الكابتن حمزة. التوافق وده كان هدفنا اليوم. طبعا بيدير التمرين الكابتن محمد بكر. التوافق وده كان هدفنا اليوم. كورتين وخمس لاعبين علشان تنجح هدفك، وكمان توصلوا للعيبة طريق واحد لازم تمشي فيه. النقاط الفنية هي الطريق اللي انت تمشي فيه، والنقاط الفنية في مدرسة التدريبية احد اهداف منظومة التطوير. علشان كده المدرب الشاطر اللي بيشتغل على النقاط الفنية هو طريق والكل لازم يمشي فيه. بكرونيو وموزة ومارادونا وبخيت وعمر وخالد صقر ما عندهمش اي مشكلة وهم شغالين، والكابتن محمد بكر معاهم فنيا. التوافق هو عنواننا الرئيسي، وهدفنا في التوافق الكروسات الامامية، ومع كل هدف احنا شغالين عليه عندنا اهداف بتخدم هدفنا الرئيسي، التمرير والسيطرة. المحطة اللي احنا شغالين فيها هو الجزء البدني في الوحدة التدريبية. زي ما اتفقنا اللعيبة عليها التركيز والتنفيذ، والكابتن محمد بكر عليه التقييم والتصحيح. والكابتن محمد بكر واحد من ضمن المدربين الفنيين الشطار اللي انا اقدر اعتمد على الله ثم عليه. واحنا كمان بفضل الله عندنا مدربين محترمين كتير شطار. عندي سؤال هنا مهم جدا بخصوص اللاعب اللي في المنتصف، عنده دور في التكتيك مكلف بيه. عاوزين نعرف الدور المكلف بيه. لازم هدفك يجمع مع الجوانب الاساسية من الوحدة التدريبية، البدني والمهاري والخطط، وعندنا جوانب تانية خلف الجوانب الاساسية. تحياتي لكل المدربين المحترمين الشطار. شكرا لبكرونيو وموزة ومارادونا وبخيت وعمر وخالد صقر. دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.